يجري المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم تربصا من 1 إلى 10 جانفي المقبل بالعاصمة الطوغولية لومي، ينشط خلاله مباراتين وديتين أمام طوغو يوم الجمعة 5 يناير وبوروندي يوم الثلاثاء 9 جانفي، حسب ما أعلنت عنه اليوم السبت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم على موقعها الرسمي. وسيلتحق وفد الفريق الوطني الجزائري بمدينة بواقي بكوت ديفوار يوم الأربعاء 10 يناير، حيث سيستهل المنافسة يوم الاثنين 15 يناير أمام أنغولا بملعب السلام لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الرابعة للكان. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.